انت عارفه لو جبت كيلو ونص من البطاطا سلقتيهم وبعد كده قشرتهم وهي سخنه، ضفت عليهم السكر على حسب الكميه اللي انت عايزاها، وبعد كده معلقتين من جوز الهند الناعم، 3 معالق كبيره من النشا، ونقلب بقى كل ده مع بعض ومع كيسين من الفانيليا، ايه اللي هيحصل؟ لو عايزه تعرفي ايه اللي هيحصل كملي معانا الفيديو، ما تنسوش تدعموني بلايك ومتابعه عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي احنا هننزلها ان شاء الله الايام الجايه. بعد كده بقى هنركنها على جنب. هنجيب بقى زي ما انتم شايفين كسرولة ونحط فيها 3 كوبايات من الحليب البارد، وهنضيف عليهم 4 معالق كبار من النشا، ومعانا كمان كيس من الفانيليا. هنقلب بقى كل ده على البارد لحد ما نتاكد النشا دابت معانا تماما. بعد كده بقى هنولع النار، والنار معانا بتكون متوسطه، ونقلب باستمرار لحد ما تكون معانا كريم. اوعي توقفي التقليب علشان ما تعملش معاكي اي تكتلات لحد ما نوصل للقوام اللي انت شايفاه ده. هنطفي بقى النار زي ما انتم شايفين. وللاسف في مقطع كده اتحذف مني، ان انا ضفت نص جبت صينيه وضفت فيها نص البطاطا زي ما انتم شايفين. وطبعا الصينيه بتكون يا بنات مدهونه بمعلقه من السمن. نضيف بقى المهلبيه او الكريمه الكدابه على حسب ما بتسموها، اكتبوا لي في التعليقات. هسيبها بقى تبرد تماما تماما يا بنات، لازم تتماسك اقل حاجه نص ساعه، او ممكن تحطها في الهواء في المروحه كده لمده ربع ساعه هتتماسك. بعد كده بقى هنضيف النص التاني من البطاطا. زي ما قلت لكم مهم جدا 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 ان هي لازم المهلبيه تبرد تماما. سبتها كده وركنتها كمان نص ساعه. بعد كده دخلتها على صاج الفرن. اول ما الاطراف خدت اللون الذهبي حطيت معلقه سمنه على الوش وولعت لها الشوايه. بعد كده لازم تبرد اقل حاجه ساعه. بصراحه كانت لسه معايا سخنه شويه، بس الاولاد كانوا مستعجلين ونفسهم ان هم ياكلوها. جربوها وهتعجبكم، هتعجبكم جدا جدا. ربنا يحسن ما بين ايديكم.